صح. انا بتوتر لما الضيف بيتعصب بجد. وانت اصلا وترتيني من ساعه ما دخلت. مشكلتك النفسيه والشخصيه ما تخصنيش خالص. انت هتتكلمي كويس معايا ولا اقوم امشي؟ مساء الخير، ارجع يلا. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه يعني ان شاء الله هتكون جميله بوجودي واكيد بوجود الناس. اهلا بيكي. اهلا بيكي. حابه تتكلمي في ايه؟ حابه اتكلم عن المشاكل اللي بتواجه المراه. اتفضلي. زي الشغل، ان هي شايله مسؤوليات كتير جدا والرجاله مش حاسين بكده ولا بيقدروا كده. لا، تحيه كبيره للرجاله. هو انت جايه تبوظي تحيه كبيره للرجاله؟ لا بجد والله تحيه كبيره جدا للرجاله. هو انت بتنتمي لايه يعني؟ للرجاله والستات الاثنين هنتمي ليه يعني؟ وانت شايفه الرجاله كويسين في ايه؟ الرجاله كويسين في كل حاجه. كل حاجه. طبعا، اب، زوج، اخ، سند، ظهر، كاميرامان، واقفين بيشتغلوا، حاطط السماعه اهو. ايه اكتر من كده الناس تعمل ايه؟ لا فعلا بيتعب والله. طبعا والست بيتعب. بقى مش طفحانه الدم من صباحيه ربنا وتربيه العيال. الاثنين. لا سوري، انت تقريبا ما عندكيش تجارب زي اللي عندنا، او مش عايشه في الطبقه اللي احنا عايشين فيها. انت معقده من الرجاله؟ معقده؟ لا مش معقده. طب بتتكلمي عن الرجاله كده ليه؟ خالص. بتتكلمي عن الرجاله كده ليه؟ هقول لك ليه. هو اصلا يعني ايه ما تسمحليش؟ ما تسمحليش تتكلمي عن الرجاله لا على كده. فكره دي حريه شخصيه واتكلم في اللي انا عايزاه. الرجاله دي ينتمي ليها ابويا، ينتمي ليها اخويا، طب ما انا نفس الكلام. انا ينتمي ليها ابني. لا بجد. وانا ما عنديش اب واخ وزوج وكل الكلام ده. حضرتك حابه تغلطي فيهم شيء ارجع لك. لا انا مش بغلط. انا بقول لك الفئه دلوقتي اللي عايشه في المجتمع عامله ازاي. يعني كل الرجاله انا شايفه، لا مش كل الرجاله طبعا، بس انا شايفه على المستوى اللي انا عايشه فيه وعلى مستوى اصحابي ومعارفي ان مفيش راجل يستحق. خليهم يتطلقوا ويشوفوا ناس ثانيه. لا مش يتطلقوا، بس الرجاله تصلح من نفسها، تبقى رجاله. ما لو حضرتك بتلاقي راجل لا انه ما يعيش معاكي بجد. بغلبك. كنت انت بتشوفيني اصلا بعامل جوزي ازاي؟ انت حضرتك ما تعرفنيش وبتعامليني انا كده يعني. انت اللي اجبرتيني على فكره بطريقتك. لا ما اعرفكش، بس انا بتاسف لجوزك. انا بتاسف جدا لحضرتك. لا والله بجد. صدقيني. واضح انك معقده عامه. لا انا مش معقده. ولو سمحتي ما اسمحلكيش تغلطي فيا. انا ما بغلطش. لا انا ضيفتك لازم تحترميني اكتر من كده. انا بحترمك. انا بقول لك صفه عندك انت مش واخده بالك منها بجد. لا يا حبيبتي انت ما تعرفينيش اصلا. انا ما اعرفكيش فعلا. ومش عايزه. ولا انا كمان. ولا انا. طاقتك سلبيه. بصي لو قلت الكلمه دي تاني انا بقول لك هخرج وابوظ لك الحلقه. بطلي استفزاز فيا. ما تشوفي طاقتك انت، اسم الله عليكي يعني. طب ده صح؟ ده صح؟ ما اسماء هو على فكره الحاجه دي وقعت لما انت فضلتي تقولي سلبيه. ده صح؟ بجد صح. انت هجوميه جدا على فكره. انا اللي هجوميه. طاقتك سلبيه. بصي لنفسك بس الاول. طيب هطلع فاصل سريع اعزائي المشاهدين وهرجع لحضراتكم مره اخرى مع نفس الضيف.